السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة السينابون رول، وهنعمله بكل تفاصيله، والصوص كمان بتاعه ازاي يطلع معاكي ناجح ومظبوط، وازاي تكون العجينة بتاعتك خفيفة كده وزي القطن. وهنتكلم عن كل أسرار التسوية بتاعته. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا الجمال ده كله ازاي. بس يا ريت لو اول مره بتشوفوني تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديوهات الجديده. يلا نسمي الله ونبدا مع بعض. اول حاجه كده معايا نص كيلو من الدقيق، ومعايا معلقتين كبار من السكر، ومعلقتين كبار من اللبن البودر، معلقه كبيره من الخل، ومعايا تلت كوبايه من الزبده، ومعايا بيضتين اتنين، ومعايا معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعايا كده باكت فانيليا، ومعايا مية دافية للعجن. اول حاجة كده هعملها هحط المكونات الجافة كلها على بعضها. جبت الدقيق وحطيت عليه اللبن البودر والسكر، وضفت برضو الخميرة والبيكنج باودر، وهبدأ اضيف كده رشة بسيطة خالص من الملح، وبعدين هبدأ كده اقلبهم مع بعض كويس قوي زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هبدأ اضيف الخل، وده يعتبر محسن للعجينة وعشان برضو زفارة البيض. وهبدأ اضيف البيض، واهم حاجة عند البيض يكون بدرجة حرارة المطبخ، يعني ما نكونش مخرجينه من التلاجة. وبعد كده هضيف معايا الفانيليا، وهبدأ كده اقلبهم الاول في الدقيق كويس قوي بالمعلقة زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هبدأ انزل عليهم بالمية الدافية. انا حطيت في الاول كده حطيت كوباية الا ربع من المية، وهشوف العجينة هتحتاج معايا مية تانية ولا لا. وده بيكون على حسب نوع الدقيق، يعني في دقيق بيشرب سوائل وفي دقيق لا. هبدأ كده انزل بقى الدقيق من على المعلقة، وبعدين كده هبدأ بقى اشتغل بايدي. هبدأ كده اعجن فيها كويس قوي. زي ما انتوا شايفين العجينة لسه ناشفة معايا وفيها دقيق كتير. انا جبت معايا نص كوباية تاني من المية الدافية، وهشوف هاخد منها قد ايه. هضيف كده في الاول ربع كوباية زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ اعجن فيها بقى كويس قوي. ما تستعجليش وانت بتضيفي السوائل، ضيفيها بالتدريج. خلاص كده انا مش هضيف مية تاني. ده بيكون شكل العجينة. وبعد كده هبدأ اضيف بقى الزبدة، والزبدة برضو بدرجة حرارة المطبخ بتكون طرية جدا زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هبدأ كده اعجن فيها والم العجينة كويس قوي. في البداية بقى اول ما تحط الزبدة وتعجني فيها هتحسي ان العجينة بتقطع معاكي. كملي عادي، وبعد كده هي هتلم نفسها تاني وهتنعم معاكي. هنفضل نعجن فيها كده مش اقل من 10 دقايق. زي ما انتوا شايفين العجينة بدأت تلم معايا كويس قوي. لو حسيتي ان العجينة بتلزق معاكي هتضيفي لها معلقة دقيق كده بالتدريج لحد ما توصلي لقوام العجينة المطلوب. زي ما انتوا شايفين العجينة بتاعتها بتكون طرية جدا وملمسها ناعم. كل ما العجينة بتكون طرية معاكي بتكون نتيجتها طرية بعد التسوية. زي ما انتوا شايفين العجينة ناعمة جدا معايا مش بتلزق في الايد. هبدأ كده ألمها على بعضها، وبعد كده هحطها في البولة، وهغطيها كده بكيس من أكياس التلاجة أو بالاستريتش راب. وبعد كده هغطيها كده بفوطة وهسيبها في مكان دافي لحد ما تخمر ويتضاعف حجمها. أنا استخدمت ربع كوباية تاني من المية، يعني كل السوائل اللي استخدمتها كوباية من المية. عشان نعمل بقى الصوص الجميل بتاع السينابون معايا كوباية لبن بودر، كوباية سكر بودر، نص كوباية من الكريم شانتيه، ونص كوباية من المية المغلية، ونص كوباية من الجبنة الكيري، ومعلقة كبيرة من الزبدة، وباكت فانيليا. هبدأ كده أضيف اللبن البودر والسكر البودر، وتقدري تقللي كمية السكر. وبعد كده هبدأ أضيف معلقة كبيرة من الزبدة وتكون بدرجة حرارة المطبخ. وبعد كده هبدأ أضيف الكريم شانتيه البودر، ولازم يكون خام، ما ينفعش يكون كريم شانتيه محلى عشان احنا حاطين سكر زي ما انتوا شايفين كده. وهضيف برضو باكت الفانيليا، وهبدأ أضيف عليهم المية السخنة المغلية عشان أنا بضيفها ليه سخنة علشان الزبدة تسيح على طول معايا.
بعد كده هبدأ اضربهم مع بعض كويس قوي بالهاند بلندر، والخطوة دي تقدري تعمليها في الكبة او في الخلاط المتاح عندك اشتغلي بيه. هبدأ كده اخلطهم مع بعض كويس قوي زي ما انتوا شايفين، هيبدأوا ينعموا معايا. وبعد كده هبدأ اضيف عليهم الجبنة الكيري بتاعتي. بالنسبة للجبنة تقدري تستخدمي اي نوع جبنة كريمي، اهم حاجة ما تكونش ليها طعم، يعني مش بطعم الشيدر او بطعم الرومي. جبنة ممكن بطعم القشطة. انا استخدمت نوع عادي جدا من السوبر ماركت بتكون سايبة. هبدأ كده بقى اضربها كويس قوي لحد ما تنعم خالص معايا، وتبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. زي ما انتوا شايفين القوام بتاعي حلو قوي وتقيل مش خفيف زي ما انتوا شايفين. هبدأ كده بقى اغطيه وهدخله التلاجة عشان يتقل معايا اكتر. هنبدأ بقى نشتغل في العجينة، وده شكلها بعد ما خمرت معايا وتضاعف حجمها. هبدأ كده اخرج الاول الهواء منها زي ما انتوا شايفين. بعد كده هبدأ ارش رشة كده من الدقيق عشان افرد عليه العجينة. وهبدأ افرد في الاول العجينة كده بايدي، واحاول اخليها على شكل مستطيل. بعد كده ارش رشة كده من فوق عشان تتوزع معايا كويس وما تكونش بتلزق في ايدي زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بقى افردها بالنشابة كويس قوي، وانا عايزة افردها على شكل مستطيل كبير. هبدأ كده احركها زي ما انتوا شايفين. لو حسيت ان هي بتلزق من تحت هبدأ ارفع كده حرف العجين، وهرش رشة من الدقيق زي ما انتوا شايفين علشان ما تلزقش معايا وتتفرد معايا كويس. هبدأ افردها بقى كويس قوي زي ما انتوا شايفين. خلاص انا فردتها كويس، هبدأ اظبط الاطراف بس بتاعتها عشان تكون على شكل مستطيل معايا. بعد كده بقى هبدأ اجيب معايا زبدة وانا مدوباها بس مش مسيحاها عشان اعرف اوزعها على العجين. هبدأ كده ارش كده بالزبدة واوزع بالفرشة كويس قوي لحد ما اغطي سطح العجين اللي معايا كله بالزبدة. بعد كده هبدأ اعمل الحشو بتاعي. معايا معلقة كبيرة من القرفة، معلقتين كبار من السكر، ومعلقة كبيرة من الكاكاو الخام. هبدأ كده في بولة اضيف السكر، وبعد كده هبدأ اجيب القرفة بتاعتي والكاكاو، ولازم انخلهم كويس قوي. الخطوة دي مهمة جدا عشان القرفة بيكون فيها شوائب والكاكاو بيكون فيه تكتلات ما تضايقنيش وانا بوزعه على العجينة زي ما انتوا شايفين. هبدأ كده انعمه كويس قوي، وبعد كده هقلب الخليط ده كله بقى مع بعضه زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هبدأ ارشه بقى على العجينة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هبدأ اوزعه بالراحة كده لحد ما اغطي العجينة بتاعتي كلها بالخليط الحشو اللي انا عاملاه ده. بعد ما خلصت وزعت الحشو بتاعي، هبدأ كده اجي على حرف العجين وامسكه كده كويس والفه رول زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هيتلف معايا بكل سهولة. واحاول وانا بلف الرول بتاعي ما يكونش فيه اي فراغات هوا بين كل لفة والتانية زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. بعد كده هبدأ بقى اقطعه. ممكن تقطعيه بالخيط وممكن تقطعيه بالسكينة عادي جدا، انا بقطعه بالسكينة زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. انا بعمله قطع صغيرة عشان هي كده بتكبر القطعة بتاعته بعد التخمير زي ما انتوا شايفين. هجيب معايا كده صينية، وبعد كده هجيب معلقة كبيرة كده من الزبدة وهبدأ اوزعها كويس قوي بالفرشة. احسن حاجة لتسوية المخبوزات او المعجنات عامة هو الالومنيوم، بيوزع الحرارة كويس قوي. هبدأ بقى كده احط قطع السينابون بتاعتي، وزي ما انتوا شايفين هجيب الحرف بتاع السينابون هحطه من تحت عشان ما يتفكش معايا زي ما انتوا شايفين. هبدأ اوزعهم واسيب مسافات بين كل واحدة والتانية علشان بتزيد حجمها بعد التخمير. تمام زي ما انتوا شايفين النص كيلو دقيق عمل معايا حوالي 12 قطعة من السينابون. وبالنسبة للحجم تقدري تكبري تصغري تعملي الحجم اللي انتي عاوزاه. هعملهم كلهم بنفس الطريقة. وبعد كده هبدأ بقى اغطيهم بكيس من اكياس التلاجة واسيبهم يخمروا لحد ما يتضاعف حجمهم. وده كان شكلهم بعد التخمير زي ما انتوا شايفين. حجمهم زاد معايا. هبدأ كده اشغل الفرن بتاعي على اعلى درجة حرارة. السينابون لازم يدخل الفرن على اعلى درجة حرارة عندك، يعني 200 او 220، والفرن يكون شغال من تحت بس علشان يطلع معاكي طري.
اللون اللي هو هياخده اشقر فاتح كده من فوق هياخده من سخونية الفرن. بنكون مشغلين الفرن قبلها بحوالي 10 دقايق. بعد كده هنعمل مع بعض بقى صوص الشوكولاتة. انا معايا كده شوكولاتة خام، هبدأ كده اقطعها بالسكينة زي ما انتوا شايفين كده، او ممكن تبشريها بالمبشرة. بالنسبة لنوع الشوكولاتة انا استخدمت سما، وممكن دريم برضو حلو قوي. بعد كده هبدأ كده احطها في طبق، وبعد كده هنزل عليها بمية سخنة. كمية المية اللي انا هستخدمها هتكون نفس كمية الشوكولاتة، يعني لو استخدمت 100 جرام هستخدم 100 ملي من المية. انا استخدمت 100 ملي من المية ل 100 جرام شوكولاتة، والمية تكون سخنة جدا. وممكن تستبدلي نص كوباية المية دي بنص كوباية من الحليب، بس انا حبيت اعمله اقتصادي شوية. بعد كده هبدأ ادخله التلاجة علشان يتقل معايا. ده شكل السينابون بعد مرور 5 دقايق في الفرن. زي ما انتوا شايفين حجمه بيزيد تاني بعد ما بيدخل الفرن. وده حجمه بعد السوا. خد معايا قد ايه؟ خد معايا ربع ساعة بالظبط. ما تطوليش عليه وما تخليهوش يحمر منك جامد عشان ما يكونش ناشف معاكي بعد التسوية. ده شكله بعد ما خرج من الفرن زي ما انتوا شايفين، واخد لون اشقر فاتح، بس زي ما انتوا شايفين طري جدا، وده المطلوب. هنبدأ بقى نجيب الصوص بتاعنا الجميل، بس هنسيب السينابون يهدى بس 5 دقايق، مش هنضيف عليه الصوص بتاعنا وهو سخن. زي ما انتوا شايفين الصوص تقل اكتر وهو في التلاجة. انا عشان الامانة انا ضفت حوالي ربع كوباية من المية البارده عشان اخففه شوية، لانه كان اتقل من كده كمان. هبدأ كده بقى اوزعه فوق السينابون بتاعنا. زي ما انتوا شايفين كده الصوص تقيل جدا، والسينابون بيكون دافي، عشان لو سخن هيسيح معاك الصوص ومش هيظهر خالص على الوش، هيختفي تماما. فحاولي تخلي السينابون يهدى شوية، وبعد كده ضيفي عليه الصوص هيفضل ثابت وموجود معاه بالشكل اللي انت حباه. هوزعه كله بنفس الطريقة زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. وبعد ما وزعت الصوص الابيض بتاعي هبدأ اجيب بقى كده صوص الشوكولاتة، فضيته في كيس من اكياس التلاجة وعملت فيه فتحة صغيرة جدا بالمقص. وبعد كده بدأت ارش عليه كده من على الوش زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. وده شكله بعد ما حطينا عليه التوبنج بتاعه، صوص الجبنة وصوص الشوكولاتة، حاجة كده ما شاء الله. هبدأ كده بقى اقدمه زي ما انتوا شايفين. حابة تضيفي صوص كراميل براحتك، انا ضفت عليه مكسرات زي ما انتوا شايفين كده، حاجة كده ما شاء الله. لو جبناه من بره القطعة دي بتعدي 40 و50 جنيه. هبدأ كده افتح واحدة معاكم واوريكم قد ايه هو هش وطري. زي ما انتوا شايفين هش جدا وطري وعامل زي القطن. وبالنسبة لطعمه بقى مش قادرة اقول لكم، حاجة كده فوق الخيال بجد. لو جربتوه مش هتشتروه اولا من بره تاني، ومش هتعملوه غير بالطريقة دي. هش جدا زي ما انتوا شايفين. جربوه بطريقتي وان شاء الله تعجبكم جدا. يلا بقى جربوه بطريقتي وقولوا لي رأيكم ايه في الكومنتات. بس اهم حاجة تحطوا لايك للفيديو، عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو بيخلي اكتر عدد من الناس تشوفه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي بألف خير. مع السلامة.